بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، واتمنى لكم كل خير يا رب. معاكم ايمان علي من كوكينج ايمان علي. النهارده معانا الحجازية زي ما انتم شايفين، بصوا جمالها. الحجازية الاسكندراني يعني سهلة وبسيطة، وتقريبا مقاديرها بتبقى متواجدة في كل بيت. مقادير اقتصادية وسهلة. يلا كده نسمي الله. دي كده هنعملها، ممكن تعمليها تتقدم في العشاء، في الفطار، مع كوباية شاي بلبن، كوباية شاي، حاجة كده سهلة وسريعة. هتجربيها هتعمليها على طول. يلا كده نسمي الله ونعملها كده مع بعض ونشوف المقادير بتاعتنا. بسم الله. مقاديرنا النهاردة حاجة بسيطة اهي. معانا كوباية دقيق أبيض وكوبايتين دقيق سميد، دي كده الايه للعجين. ومعانا للحشوة كوباية دقيق سميد وكوباية سكر. وطبعا العجن ممكن تعجني بلبن وممكن تعجني بمية، انا هعجن بالاتنين. ومعايا تلت كوباية زيت، ومعايا كوباية 3 معالق سمنة، والخميرة بتاعتي وتلات معالق قرفة. هي دي بقى مقادير النهاردة. يلا كده بقى نسمي الله كده ونبدأ كده بحشوتنا. ناخد المقادير دي كلها كده ونركنها على جنب، ونبدأ كده نسمي الله وناخد ونعمل الحشوة بتاعتنا. واحنا بنشتغل كده مع بعض وبنرص الحاجة، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، وكومنت كده منكم وقولوا لي رأيكم. وجربوها بجد هتعجبكم. احنا دلوقتي هنجهز الحشوة. خدنا كوباية دقيق السميد وكوباية السكر وثلاث معالق قرفة. ماشي، هنقلبهم حلو جدا مع بعض. بصوا احنا خلطناهم كويس جدا مع بعض. هبدأ هنا انا هرشرش كده بسيط بالمعلقة باللبن. ممكن انت حابة تعجنيها بمية عجنيها، انا حبيت بس ازود القيمة الغذائية مش اكتر، لكن هي طعمها مش هيفرق كتير مية او لبن. جربيها هتعجبك. بصوا احنا قلت اعملها بايدي اسرع. بصوا هنا الحشوة مش عجينة ومش طرية جامد، هي يا دوب عاملة زي الرملة المبلولة، يعني كأنك مندياها بس كده باللبن أو بالمية. يلا بقى نعمل تيست مع بعض للخميرة بتاعتنا. خدنا شوية مية أو حبة مية صغيرين، كم ربع كوباية كده، وحطينا عليها معلقة سكر. تمام، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. أدوب السكر وفي نفس الوقت أدوب الخميرة حلو جدا. تمام. طبعا دي معلقة خميرة كبيرة. تمام، بصوا ادينا دوبناها كويس جدا اهي. هنسيبها بقى لما نجهز بقى بقية المقادير بتاعتنا، نركنها بقى على جنب ونجيب البولة بتاعتنا بقى اللي هنبدأ نعجن فيها. بسم الله. احنا جبنا الكوبايتين دقيق السميد او زي ما انتم شايفين، وكوباية الدقيق الابيض. دي كوبايات بس انا حطاهم في بوله يعني، فمش هتفرق كتير. هي حجم الكوبايه، وانتي مقادير الكوبايه هتبقى لازم تبقى واحده. نفس الكوبايه اللي هتعملي بيها مقاديرك كلها واحده. هنا خلطنا الدقيق الابيض مع الدقيق السميد كويس. وهنبدا بقى ناخد السمنه على تلت كوبايه الزيت ونبدا نسيحها على النار كده تفك شويه عشان نبسس بيها العجينه بتاعتنا. بص هنا هنحط بقى معلقه سكر كبيره او معلقه وشويه ورشه ملح. تمام. هنا بقى هجيب معلقه السكر ورشه الملح. تمام كده. هنبدا بقى نقلبها كويس جدا. بصوا كده، وهنبدا بقى ننزل بالسمنه بتاعتنا. بسم الله. هنبدا نبسسها كده. هي ما كانتش سخنه، هي عادي بارده، انا يا دوب سيحت بس السمنه. هبدا اعملها بايدي على طول، ايدي اسرع عشان السمنه تتشربها دي يتشرب السمنه كويس جدا ويبقى كلها متغلفه بالسمنه. شايفين؟ يعني لازم كده هعملها كده امسك دي كده بسرعه. بصوا كده اهي ما فيهاش اي حاجه. اهم حاجه خلطناها كويس مع بعض. اتخلط. بصوا هنا اتخلط الدقيق مع السمنه كويس. شايفين؟ هو ده شكلها اللي احنا عايزينه. هنبدا بقى نجيب الخميره بتاعتنا كده، كانت الخميره كويسه. نبدا بقى نسمي الله ونعجنها برضو معاها. بسم الله. وهنبدا بقى نجيب كوبايه اللبن بقى ونعجنها. احنا جايبين كوبايه لبن وهتاخد شويه ميه كمان، هي مش هتاخد
يعني يا دوب هتاخد كوبايه لبن وشويه ميه صغيرين، مش هتاخد كتير. انت عايزه تعجني بميه عجيني كلها، عايزه تعجنيها بلبن خالص اعجنيها. انا عجنت كده وكده، آه بحيث ان هي تبقى قيمتها الغذائيه اعلى، لان هي طبعا قرفه ونشويات وسكر، يبقى فيه نسبه بروتين اللي هو اللبن. هي نسبة بسيطة بس إلى حد ما إيه يعني تدي شوية، تزود القيمة الغذائية. هنا بصوا زودت شوية مية وعجنتها. بصوا جميلة جدا. بصوا العجينة كده إيه بقت كويسة خالص. بصوا العجينة مش طرية ومش ناشفة، طريانها حلو جدا معانا، إنها ما تتعبناش في الفرد. هنبدأ نلم العجينة بسم الله كده بقى. لمينا العجينة بصوا اهي العجينه. هنبدا بقى نغطيها. عندك استرتش غطيها بيه، عندك كيسه نظيفه عاملاها للكلام ده، فوطه المطبخ زي ما انت عايزه. انا غطيتها بالكيسه دي، هسيبها لحد ما تخمر. هنا بقى بعد ما قعدت نص ساعه او اقل كمان كانت خمرت. بصوا لان طبعا الخميره فوريه. هبدا اعملها كورتين بسم الله. لازم الكورتين تقريبا يبقوا حجم واحد. بصوا اهي كده خلاص. هسيبها كده غطيت عاله، وابدا بقى اجيب الصينيه بتاعتي. بعد كده اجيب الصينيه. هنا الصينيه هدهنها زيت. انا هنا دهنتها زيت، عايز تدهنيها سمنه دهنيها، زيت او سمنه اللي يتوفر عندك. هبدا افرد اول طبقه، هفردها على طول في الصينيه. بصوا فردتها على طول في الصينيه، مفيش اي تعب فيها ولا اي حاجه. كده خلاص اول طبقه. الطبقه التانية انا هفرد كيسه. هفرد كيسه كده اهي فردتها، وهبدا بقى ايه ان انا افرد عليها بصوا افرد عليها العجينه. وهجيب النشابه. بصوا هنا بقى ايه، لما انا جيت اعملها بالنشابه ما ساعدتنيش النشابه، فانا رحت عامله المشمع عليها كده. انتي لو عايزه تعملي ده باسترتش اعمليه. انا ما كانش متوفر عندي وقتها الاسترتش، فحبيت ان انا اعملها سريع كده بالمشمع. بصوا كانت سهله ازاي، الكيسه كانت سهله معاها. بصوا كانت الكيسه دي سهله انها تساعدني في الفرد. فبصوا هبدأ بقى ايه ان انا اشوف حجم الصينية، هقيسها بالصينية اشوفها حجمها بيساوي كده. الصينية تقريبا كانت تقريبا حجم الصينية. كانت في حاجات زيادات بسيطة بس اللي هبدأ اشيلها، اللي هشيلها من الاطراف. لكن انا هنا ايه بخفف العجينة عشان سمك العجينة يبقى حلو. انت بقى تعمليها بكيسة عادي، تفرديها على كيسة، تفرديها على استريتش، سهلة ليكي. هبدأ اجيب الصينية بتاعتي بقى عشان احط الطبق واحط الحشوة بتاعتي. بسم الله. دي سنة ادي بصي الحشوه اهي. بصوا بسم الله. بصوا بتنزل ازاي، يعني مش عجينه خالص، سهله. هتبقى معاكي سهله في الفرد. بصوا عامله زي الرمله ازاي، كانها رمله ومبلوله، يعني مش حاجه عجينه تحت ايدك، لا. بصوا فردتها كده، طبطبت عليها بالراحه كده. شايفين جمالها. بسم الله. هنا الحشوه كانت برضو مظبوطه جدا، يعني مش كتير ومش قليله. هنا بقى هبدأ اخدها بالمشمع كده واحدة واحدة بالكيسة دي، وخدتها وحطيتها عليها. كانت الزيادات طبعا قطعتها وسايباها في الكيسة. هنا كده خلاص انا حطيت الطبقة التانية. هبدأ كده اسمي الله واقطعها. كل واحد بقى بيقطع يعني حجم معين في الصينية، على قد الافراد اللي عندك وعلى قد الكمية اللي انتي بتاكليها، سواء صغيرة او كبيرة. انا قطعتها هنا قطع مش كبيرة ومش صغيرة، وسط. بسم الله. هنا بص انا قطعتها خالص كلها اهي. تمام. هبدأ بقى ايه في الوقت ده الفرن كان شغال وسخن. سبته على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، بس الفرن يكون سخن. وما تشغليش الشواية على طول. في الاخر بس هنشغل الشواية. هنا بصوا بقى لما استوت، بصوا كانت بسيطة وجميلة. كانت حاجة كده سهلة. بصوا يعني بصوا اللون من فوق ومن تحت كانت جميلة ازاي. بصوا الحشوة فيها بسيطة وجميلة. جربوها بنفس كده المقادير، جربوها. الحشوة فيها كانت مظبوطة جدا، مش كتير ومش قليلة. بصوا زي ما قلنا كده انها ممكن تتقدم مع شاي او شاي بلبن، في عشاء، في فطار، بين الوجبات، زي ما تحبي هتاكليها في اي وقت. لو انتي رايحة شغلك هتحطي قطعتين في الشنطة معاكي. الولاد في المدرسة تحط معاهم في اللانش بوكس. يعني جميلة جدا في كل حاجة. وزائد ان فيها فوائد كتير. طبعا القرفة مفيدة، ولو انت عجنتيها بلبن مفيدة، وكل حاجة يعني لها طعم. جربيها هتعجبك جدا بنفس المقادير دي. وما تنسوش بقى اللايك والكومنت والسبسكرايب
وربنا يديمها نعم علينا ويحفظها من الزوال وأبدلنا خيرا منها، اللهم أمين يا رب العالمين. أتمنى كده أنها تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.